ينبغي على الإنسان إذا التزم أن يلتزم بصدق، وإذا اهتدى أن يهتدي بحق، أن يأخذ بالدين كله لا بالدين جزءه، أن يأخذ بهذا الالتزام كلا لا بعضه، فإذا جاء لهذا الدين يأخذه كاملا، فإنه إن أعرض عن أمر من أوامر الله لا يأمن الضلال. فهذا يعني من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، الحرص على الأخذ بأوامر الشرع كامل. يأمرك الشرع أن تحفظ جوارحك تحفظها، يأمرك أن تحفظ أركانك تحفظها، يأمرك أن تعطي تمنع تأخذ، هذا حلال هذا حلال، هذا حرام حرام. حينما تأخذ بالدين كاملا إذا به يتغلغل إلى سويداء قلبك، وتأتي الساعة التي يصبح لك هذا الدين أعز عليك من الطعام والشراب، أن تأخذ بالالتزام كاملا. ولازم ذلك أن تبحث عن أوامر الدين، وكلما جاءك أمر من الله ورسوله تقول سمعت وأطعت غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا، جاءت استجابتهم على أحسن وأصدق وأبهى وأكمل وأجمل ما تكون عليه الاستجابة، فتحوا قلوبهم لهذا القرآن، وكان الواحد منهم آية واحدة تخرجه من ماله لوجه الله جل جلاله. التزام حق، أخذ بالدين بصدق. والله يقول والذين يمسكون بالكتاب، الدين يريد جهاد، الدين يريد أخذ. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى رجولة. فإن الله لما أثنى على أهل طاعته قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ما كسرتهم تجارة الدنيا ولا أهانتهم الدنيا، ولكن وضعوها تحت أقدامهم ووضعوا الدين نصب أعينهم. فمن حمل هم هذا الدين وأخذه كلا، بمجرد ما يأتيه الأمر عن الله يقول لبيك، يأتيه النهي عن الله يقول كففت وانزجرت، ولو كان شيئا يهواه في نفسه في أهله في ولده لا يبالي، أمر نهي. إذا فعل ذلك فقد أصاب رحمة الله، فلا يزال يستجيب لأمر الله تلو أمر الله حتى يحبه الله محبة يتأذن بهداية الله ضلالة بعده، وقد يتأذن له برحمة الله عذاب بعده. ولذلك كلما وجدت الشاب الصالح يقبل على هذا الدين بصدق، كلما وجدت آثار الإسلام في جوارحه في أركانه، حتى وجهه لما تراه يتلألأ ويشرق من هذه الطاعة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت العظيم أن لا تجعلنا من أهل هذه الكلمة. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أهلها، اللهم إنا نعوذ بك أن تنطق ألسنتنا بها، اللهم حرمها على ألسنتنا، اللهم حرمها على ألسنتنا، وأخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات قبل أن يدهمنا الممات. يا حي يا قيوم يا فاطر الأرض والسماوات، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أمن يوم الوعيد خوفنا، اللهم استر عوراتنا فيه، اللهم أمن روعاتنا فيه، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا عظيم عفوك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل شيء يقربنا من حبك، نسألك فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات وحسن الختام عند الممات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام والملك الذي لا يضام. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديك، اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك، اللهم اجعلها أسعد اللحظات، اللهم استر لنا فيها العورات واغفر لنا فيها السيئات وارفع لنا الدرجات.
اللهم أكرمنا بعدها فورا بالدخول بالجنات يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.